حضرتك قابلت الرئيس السابق يوم الخميس. يا اخي ما انا بقابله بصفه مستمره، انا من حقي اقابله محبوس احتياطيا. طيب. يوم الخميس او بتقابله بشكل مستمر. شايف البلد ازاي؟ قال لحضرتك ايه اللي بيتابعه؟ عارف التطورات اللي حاصله ولا لا؟ طبعا عارف. ما هو عنده تلفزيون زيه زي اي محبوس في مصر، وبيجي له جورنان، بيقرا جورنان برضه ويقرا كل حاجه، بيتابع طبعا. شايف ايه الوضع؟ حزين، زعلان، وقال انا ما احبش كده، وانا ادعو. هو قال لي انا يعني هو قال لي يعني ادعو الناس انها تلتف حول الرئيس مرسي. قال لحضرتك كده؟ ايوه، انها تلتف حول الرئيس مرسي. قال لحضرتك كده؟ ايوه، انها تلتف حول الرئيس مرسي. قال لحضرتك كده؟ ايوه، انها تلتف حول الرئيس مرسي. قال لحضرتك كده؟ ايوه. رأيه في اتنين، الرئيس المؤقت ووزير الدفاع. قال لحضرتك ايه؟ شوف سيادتك، هو طبعا الرئيس المؤقت هو ما يعرفوش اللي هو رئيس المحكمة، لانه هو كمان يعني وقت ما الرئيس كان عضو في المحكمة، كان عضو في المحكمة، وطبعا اصبح بحكم منصبه تم اختياره كرئيس مؤقت. انما هو الحقيقة من اللي شافه قال لي رجل هادئ ومتزن. هادئ ومتزن ومشرف. ومشرف مختلف عن مرسي. انا بس انت عيب عليك بقى. طيب معلش انا لا يا عم انا هقوم اروح تكون في الشارع. اصل انت ما تقارنش ده بده. ما تقارنش. ما يصحش تقول لا وانا في مكاني كده ده لازم اسال كده ده لازم اسال كده ده لازم اسال. لا ما تسالوش، لان واحد حكم مصر السنه لا تسالوش، فلازم اعمل مقارنه. ايه يعني ما يروحش. انما انتوا تردوا على الكلام ده تقولوا ما هو اللي بيعمل كده الاخوان، كل حاجه الاخوان الكلام مش مظبوط. بس احنا اللي لازم نقف ضد كل هذه الدعوات كل عرضت على النيابه دفع اموال مقابل اغلاق ملف السيده سوزان، السيده خديجه، السيده هايدي. شوف سيادتك، اصل انت بتتكلم عن الستات. تتكلم عن الستات مش داخلين في اي حاجه من الحدوته دي، ويعني يحسب للرئيس مرسي وللجماعه الحاكمه ان هم ما يعرضوش الستات لعمليات الافتراءات اللي بتتم دي. حقيقه يعني حقيقه يحسب لهم هذا يعني، وده من الخلق الإسلامي القوي طبعا اللي فيهم